صباح الخير عليكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه بقى النهارده قمت والله ما قادره اقوم. قايمه حوالي يعني انا قايمه الظهر، بصلي الظهر وكده، بس بتنيني قاعده. يعني تنتني قاعده وكده مع مكه وكده، لما والرجال كانت في الدرس، كانت جت من المدرسه ورحت الدرس لحد ما لقيت العصر هيدا، قلت اما اصلي بقى وبعدين ابقى اقوم. لقيت الغساله فيها 4 ادوار كده ولا 5 ادوار كده في السله. قلت خلاص اما ايه اغسلهم. عشان كنت عايزه اشيل الملايات بتاعه السرير، وبعدين انا ما بحبش اشيل الملايات واحطها في السله بتاعه الغسيل. بحب لما اكون هشيل الملايات اكون هغسلها. لو انا حتى هتاخر عليها يوم مش مشكله، بس لما اشيلها اكون هغسلها على طول، ما اكونش هركنها لسه في السله. ده كان قرب ما ريماس هتيجي كده من المدرسه، لان ريماس بتيجي بعد العصر. لان هي جت لحقتني بعد ما غسلت دورين، وقالت لي، انا قلت لها خلاص يا ريماس خشي، اعملي انت السراير. هي ما كانتش راضيه، يعني كانت مزمزقه كده في الاول. قلت لها لا ادخلي يلا وانا هصورك. لما قلت لها انا هصورك فوافقت. كنت انا كده غسلت بتاع دورين كده، وكنت رايحه بعد ما غسلت الدور كنت هروح الم الملايات وكده، عشان هي حمرا، الملايات حمرا اللي احنا كنا فارشين. فبغسل دورين يعني وبعدين احطها. كانت هي بقى جت دخلتها بقى تعملهم، تغيرهم وكده، وخدتهم منها ايه، صورتها، هتشوفوها برضو دلوقتي وهي بتعمل. كانت جايه بقى فرحانه المدرسه بتاعتها بتقول كانت جايه بقى بتقول للمدرسه بتاعت الالعاب بتاعتهم، عامله لهم مسابقات وكده، اسئله وحاجات في الرياضه وكده. فالمهم هي اللي بتقول انا اللي كسبت يا ماما، والمدرسه يعني مديها بقى ايه، علبه الوان. هتوريها لكم علبه الوان فلماستر. هتوريها لكم. قلت لها هوريها لهم، قلت لها هوريها لهم، هتوريها لكم وهي انا بكلمكم دلوقتي وانا بسخن اكل تاني. كان حد من العيال ما اكلش، كنت بسخن له تاني. فقلت لها وتوريها لهم، قالت لا هوريها لهم. قالت لي انا هوري لهم المقلمه. قلت لها ماشي خلاص وريها لهم عادي، الالوان قصدي. هنا بقى كنت انا باخد الادوار بقى غسيل بقى، باخده ورقه اشطفه وارجع احطه هنا تاني واطلعه من المجفف واطلع دور تاني وكده. لحد يعني ما خلص. هما ما كانوش كتير قوي ولا حاجه، يعني هما كانوا الدورين الاولانيين دول، وبعدين احط الملايه. والدور بقى بتاع الغوامق، عبايه سمرا اللي هي بنطلون جينز غامق للعيال، حاجات من دي. بحطها بقى بتبقى في الدور الرابع بقى بتاعهم. انا حطيت بس الدورين دول كده. تقريبا كان كده الدورين كده خلاص هيخلصوا بقى دول، واروح بقى اجيب الملايات. كنت انا بقى راح اجيب الملايات قبل ده بدور بقى، كانت رماس بقى جت وعملته، كنت انا خدتهم منها. اخلص دور بقى الدورت بقى واحط وراهم دور الملايات وكده. هنزل بقى الاسبوع الجاي زي ما قلت لكم، هجيب لهم بقيه ده كان الدور التاني. هنزل بقى الاسبوع الجاي كده اجيب لهم بقيه اللبس الشتوي اللي احنا ما كناش جبناه. هكمل الرماس. كنت جبت لها ترنج واحد، ومكة كنت جبت لها اتنين تلاتة. كنت جبت لها اتنين، وخالتها كانت جابت لها واحد، وريتال ما كناش جبنا لها حاجه. فالاسبوع الجاي بقى ان شاء الله هنزل اجيب لهم كده، وابقى اوريكم برضو اللي احنا جبناهم برضو كلهم، واقول لكم على الاسعار. اللي رميس لابسه برضو ده بتاع السنه اللي فاتت، مش بتاع السنه دي. هي بقى كانت دخلت هنا بتغير المرايات. فاطمه هي ريتال كانت جايبه لها كنت بديها البرتيات الفايبر اللي بتتفرش فوق دي. قلت لها هاخد اديها لاختك برضو تفرشها فوق، بتمسك بقى ايه المرايات وكده. وبعدين بتدفي يعني ايه، بتدفي السرير شويه. انا كنت عايزه افرش لهم المفارش اللي هي القطيفه دي. بس لقيت حسيت ان الجو يعني لسه هيبقى صهد عليهم قوي. لو هما جم حد نام بالليل هنا، حد نام الصبح لما يجي من المدرسة. لأن بالنهار أوي الدنيا بتبقى يعني ما بتبقاش ساعة أوي زي بالليل. يعني لو هما بيناموا هنا بالليل كانت هتبقى عادي. فمرضتش، يعني قلت بسيبها المرة دي كمان أسبوع ولا حاجة كده، أما أشيل الملايات دي وأبقى أفرشها لهم كده. وبعدين قلت هفرش لهم الملايات باللحفة الفايبر بتاعة السراير الأطفال دي. ورجعت برضه قلت برضه هتبقى سهدة عليهم، هتبقى سخنة عليهم، لأنهم بيناموا هنا بالنهار أو حاجة مش هيرتاحوا أوي. فقلت برضه شوية كده أبقى أفرش دولت وشوية أبقى أفرش دول. بس أبقى أفرش اللحفة الأول، يعني اللحفة أخف شوية من المفارش القطيفة. المفارش القطيفة بتبقى صهدة أوي. فقلت بقى، قلت لها خلاص الأسبوع الجاي. كانت بتقول لي ماما أنت بتفرشهم، هي بتحبهم، بتحب شكلهم. فقلت لها خلاص الأسبوع الجاي عشان بس ما يبقوش صهد يا رماس، عشان أنا بسيبهم شوية، بطول عليهم شوية. لان ما حدش لما ما حدش بيجي عليهم يعني كده. كنت بديها الالوان لما قلت لها هاتلي الالوان، فما بيبقوش يعني بيبقى لهم تراب بس. فما بكسل بقى اشيلهم يعني كل اسبوعين ولا حاجه كده، اشطفهم عشان مبقاش فيهم غير تراب بس. فانا اسبوعين اشطفهم وبرجعهم تاني. يعني انا برجعهم تاني على السرير، بشطفهم بس وبرجعهم تاني، ما بشيلهمش خالص. برجعهم يعني يعتبر كل الشتاء بحط المفرش اللي هي القطيفه دي، وبحط الحفا الفايبر ودفايتين كده تحت هنا، لان ما بغيرش كتير هنا زي ما أنا قلت لكم، عشان ما فيش نوم عليهم قد كده. بس بيبقوا بقى شكلهم حلو ومدفيين السرير. انت اصلا بتشوفوهم بتحسي ان الدنيا دافيه، بتحسي ان الدنيا متدفيه لما بتشوفيهم. فقلت لها خلاص الاسبوع الجاي لما تيجي تغيرها هعملهم لك، هغير لك دول، هلبس لك، هتبقى تلبسي يعني السراير المفرش القطيفه.
بس هنا كانت بتعدل سرير اختها، بتقعد برضه تذلها وتقول لها انا عدلتلك السرير بتاعك واللي هناك ده سريرها هي. انا بقعد اقول لهم لا هي دي كلها حاجتي انا، دي سراير انا وحاجتي انا مش حاجاتكم. تقعد تقولي ده مش ده سرير يا ماما وده سرير، ولما يتخانقوا بقى اقول لهم لا دي حاجتي انا، دي سريري انا، حاجاتي كلها ومكتوبه لي انا. مكة كانت بتدخل لها تضايقها وهي تقول لا يا ماما تعالي خديها. كانت بتعدل برضه الملاية اهي. بس هنا بقى كانت خلاص هتخلص الملاية دي وتفرش فوقهم الكبرتايات الفايبر وخلص على كده. انتوا جبتوا انتوا بقى لبسكم، خلصتوا لبسكم. هو المفروض يعني نكون جبنا، بس هو عشان في مكان انا متجوزه في المنوفيه بس احنا من الغربيه، فانا ما بعرفش هجيب قوي من هنا من المنوفيه، ما اعرفش اماكن كتير، فبستنى لما بروح عند والدتي وكده بجيب من هناك. يعني في اماكن هناك كده معينه بحب اجيب من هناك، فانا لو انا هناك كنت زماني جبت بقالي اسبوعين ولا حاجه للشتاء. بس عشان انا مش هناك، اخر مره لما كنت هناك كنت جايبه الترنج بتاع رماسي اللي بقول لكم عليه والترنجات بتاعت مكه دي. ما روحتش تاني بقى، فبقالي يجي اسبوعين ثلاثه كده، فهروح بقى وعشان اجيب لهم اللبس ده. ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله لو رحت برضه هبقى اعرفكم ان انا رايحه، وهبقى اوريكم برضه الحاجه اللي انا بجيبها من هناك. هنا كانت بتوريكم الاقلام. هي في الماستر، اقلام في الماستر. اقلام في الماستر مديها لها بقى عشان هي بقول لها قبل تقول لي قبل الالعاب، بس بنقول اسئله وكده وانا اللي كنت كاسبه فيها وكده. فقلت لها ماشي بتكسبي بتكسبي. وكانت هي عامله لوح جلد كده، خدي دول. ايوه هو ده القرنفل. كانت هي عامله لوح جلد في المدرسه للدراسات وكده، والمدرسه عاملين لهم شهادات تقدير وحاجات كده، بتقول لها هينادوا بقى على اسمنا في الطابور وكده المديره، وعاملين لنا شهادات تقدير باسمنا هي وزمايلها يعني اللي عاملين. شوف عملت الاوضه جميله ازاي. تسلمي ده والله. فقالت لها هينادوا بقى اسمه في الطابور ويديله شهادات التقدير، عشان انا عماله اقول لها انت جايبه الوان وجايبه مكسب وما اعرفش ايه، وبتقولي لي قبلة الالعاب. قالت لي لا ما احنا الدراسات وكده المدرسه برضو جايبه لنا شهادات تقدير وهتديها لنا، تنادي على اسمنا في الطابور وهتديها لنا. دخلت بقى انا ما كنتش عارفه والله اعمل اكل ايه، فكنت بقى الكلام ده كان بعد العصر بقى، وهم كانوا جم من المدرسه، هم كانوا بيبقى واكلين اكل المدرسه ما بيرضوش ياكلوا بقى غير بعد المغرب او كده. فقلت خلاص ادخل اعمل مكرونه واسلق بيض واقلي بطاطس والحاجات من دي. وكان بقى عندي طبق من اللي هو لسان العصفور اللي بالكبده ده. فانا كنت بسبك بقى طماطم في الحله دي، والحله اللي هناك دي كنت بسلق فيها المكرونه. اسلق بقى مكرونه وخلاص ولا بطاطس وكده، اكله سريعه يعني، عشان ما لحقتش ما طلعتش حاجه من الفريزر ولا كده، ما كنتش في دماغي اعمل ايه، فكنت يعني ايه متردده اعمل ايه كده. وكنت هطلع بانيه ليه، وبعدين لقيت نفسي متاخره ما طلعتوش فك ولا حاجه. انا ما بحبش اطلع الحاجه احطها في ميه او كده تفك بسرعه. اللهم صل على النبي. قلت بقى ايه خلاص هعمل مكرونه وبيض وخلاص النهارده. انا كنت بعت بقى جبت بطاطس انا النهارده. كنت عارفين ان انا كان البطاطس عندي خلصانه. بعت جبت بطاطس هو مره ب20 مره ب25، النهارده ب25. من يومين كنت جايباها ب20 بس. معلش الصوت ده، بس كنت بقلب الاكل زي ما قلت لكم، بسخن الاكل. اللهم صل على النبي. كنت اقول لكم ايه، خلوا يا ولاد دايما يعني سوره البقره. عايزه اقول لكم ان انا قعدت فتره كتير جدا، كام سنه يعني اقراها كل يوم. ما كنتش بقسمها، كنت كل يوم اقراها. خلاص انا يعني يعتبر حافظاها. فما ما كانش بتاخد معايا نص ساعه حتى في القرايه وكده، يا دوبك بس بفتح المصحف كده بس للتذكره قدامي مش اكتر. حاولي يعني، هي بص بتمنع حاجات كتير جدا من البيت، وهي بص بتشتغل الصبح على قناه المجد، كانت بتشتغل الساعه 7. لما التوقيت اتغير بقى بتشتغل 6 تاني. حاولي شغلها في البيت كل يوم، حتى لو انت مش هتقعدي تسمعي شغلها حتى في البيت وانتوا نايمين. واقري ان شاء الله تجزئيها، لو انت يعني ضعيفه في القراءه او بتتاخري او كده ممكن تقراها في كام يوم، يعني ممكن تجزئها على 3 أو 4 أيام، هي جزئين ونص. شوفي مقدرتك تقري ايه، مقدرتك تقراها كلها يا ريت، هو مستحب ان انت تقراها كلها كل يوم. بتمنع بقى السحر والحسد والحاجات الوحشه، بتمنع اي حاجه وحشه من البيت والله. انا كنت بوريك انا بجيب جبت العسل ده كيلو عسل نحل بحبة البركة، هو لونه غامق كده، هو بيقول بحبة البركة ب300 جنيه، مش عارفة هو غالي ليه كده. بس بقول ده كويس وكده، بيقول يعني في شعر، بقول ده العسل ده نضيف ومعرفش ايه وكده. وجبت ازازة زيت الزيتون دي، بحط انا منها على الفول والحاجات دي. هنا البطاطس دي انا بطلعها نص قليه بس، يعني مش قليه كامله 3/4 كده، وبعدين بعد ما نيجي ناكل بقى بسخن الزيت قوي واعملها تاني تبقى مقرمشه معاكي. بس كده زي ما قلت لك بقى، حاولي بصوره البقره، هنبقى نكمل في اليوم ده تاني بكره مع بعض ان شاء الله. عملت بقى سخنت بقى طبق لسان العصفور ده بالكبده اللي كان باقي، وحطيت طبقين مكرونه والبطاطس تطلع مقرمشه لما تقليها على مرتين. طبق مخلل، طبق بيض كده. قول ده باذنجان وكوسه من اللي كانوا باقيين من امبارح. الف هنا وشوف على قلبكم يا رب.
لو انت بقى مش مشتركه معايا في القناه اشتركي لنا واعملي لنا لايك وفعلي لنا الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي احنا بنعملها. قولوا لنا بتعملوا غدا ايه بقى كل يوم، ادونا افكار كده عشان احنا بنقعد محتارين كل يوم. لا اخواتي بيقولوا لي اعملي علشان احنا نشوف الفيديوهات اللي انت عاملاها ويجي في بالنا الاكل اللي احنا ناسيينه، يعني نفتكر ونعمل. بس النهارده ما عملتش حاجه. خلصي بقى شطبي مطبخك كده، كنت خلصت المواعين وخلصي البوتاجاز وخلصي كل حاجه وراكي، ما تسيبيش بقى حاجه بحيث تبقى قايمه من النوم بكره على الطبخ ما تبقيش نفسك مسدوده زي ما احنا بنبقى قايمين زهقانين لو المطبخ او الحوض مليان مواعين، يبقى الواحد ما بيبقاش عايز يدخل المطبخ. يلا مع الف سلامه، تصبحوا على خير.